النقطة الأولى فيما يتعلق بالتوظيف، إنه عبد الكريم فراح كان صوته عالي جدا، وكان يطبل على الطاولة بأنه إحنا يجب أن يكون القانون والقانون والقانون وباستمرار، ولم نخجل. ولما حصل الاعتداء على الدكتورة أسماء وصار اللي صار، أنا يمكن أول فيديو بيطلع كنت حريص على انه يعني اقطع الطريق على كل اللي بدهم يشعلوا الفتنة ويحولوها لامور سياسية. وبتعرف قديش كان الفيديو اللي انا صدر عني بخصوص انه الصراع اللي بيحصل لا ما له علاقة في امور، يعني على خلفية مثلا خلافات حزبية وامور زي هيك. وهذا الفيديو كان له وقع كبير. هلا بخصوص موضوع انه انا طلبت، نعم انا ما بنكر، بالعكس انا كنت لكل شخص بتوسم فيه خير، وهذا بدل على انه احنا بنعمل مع بعضينا والعلاقة طيبة كتير. وانا قلت بحييهم انهم بالفعل وقفنا يد واحدة واحنا كلنا ضد هذا الفساد. هل من يوم في عهدنا هذا المجلس عشان تحكوا قدام اعضاء المقهى في واحد تم توظيفه لحد هذه اللحظة؟ حتى هذه اللحظة ولم يستلم ولا واحد، باستثناء عمال صناع الجمال اللي هم أصلا رايحين جايين، يعني 10 بروحوا 10 بيجوا.